تخيل انك تنتمي لواحد البلد معين وقدرت انك تربح اليوروبا ليغ، تربح اليورو، تربح كاس العالم، وتكون يعني انت وبزاف ديال الناس من نفس البلد شادين فراقي كبار في الدوري الانجليزي وفي الدوري الاسباني وفي المانيا وفي بزاف ديال الدوريات الكبرى، ومع ذلك نتوما كبلد غير موجودين على الخريطه. هذا هو الحال ديال واحد البلاد صغيره في اوروبا اللي عدد سكانها ما وصلش 4 مليون نسمه، تقريبا 3.5 مليون نسمه، ولكن اللي خرجوا لنا اهم العقول التدريبيه في عالم كره القدم، واللي حاليا يبصمون على مسيره رياضيه كبيره جدا في الدوري الانجليزي، في الدوري الاسباني، في الدوري الالماني، ومع منتخبات كبيره كمنتخب فرنسا ومنتخب اسبانيا. فإلا قلت لك مثلا ميكيل ارتيتا، ديدي ديشون، لويس دي لافوينتي، تشابي الونسو، ايراولا، اوناي ايمري وغيرهم من المدربين، فالقاسم المشترك بين هاد الناس كاملين هو انهم كينتميو لواحد البلد صغيره سميتها بلاد الباسك. بلاد الباسك كبلد ما كايناش على الخريطه، يعني ماشي بلد مستقل وعنده سياده كما مثلا دول اخرى في العالم. الباسك هما واحد الشعب اللي عايش بين فرنسا واسبانيا، النص منهم كينتمي لاسبانيا اداريا وسياسيا الى غير ذلك، والنص الاخر كينتمي لفرنسا كذلك اداريا وسياسيا. القاسم المشترك بيناتهم هو انهم محافظين على اللغه الاصليه ديالهم هي اللغه الباسكيه، ولكن الناس اللي ساكنين في فرنسا كيهضروا الفرنسيه الى جانب الباسكيه، والناس اللي في اسبانيا كيهضروا الاسبانيه الى جانب الباسكيه. عكس الباسك ديال اسبانيا، الباسك ديال فرنسا معروفين اكثر بالرugby، لان عندهم واحد جوج فراقي كبار بزاف في التاريخ ديال الرugby الفرنسي، بياريتس وبايون. ولكن واخا هكاك خرجوا لنا بزاف ديال اللعابه ديال كره القدم بحال لي زارازو وديشون كما ذكرت. حاليا نقدروا نعتبروا بلاد الباسك بحال واحد المشتل صغير ديال العقول التكتيكيه ولا العقول الكرويه الكبيره جدا، لان كما ذكرت سابقا بزاف ديال المدربين ديال كره القدم اللي كيحققوا نجاحات مبهره في العالم حاليا الوصول ديالهم من الباسك. فحاليا مثلا تشابي الونسو غادي يشد تشيلسي، وايراولا غادي يشد ليفربول، وغادي نزيدوهم على ارتيتا اللي شد ديجا ارسنال وحقق معاهم نجاحات مبهره، واوناي ايمري اللي شد استون فيلا وحقق معاهم حتى هما نجاحات مبهره جدا، بالاضافه لويس دي لافوينتي مدرب المنتخب الاسباني، وبالاضافه لمدربين اخرين اللي كلهم تيبصموا على مسيره جميله جدا في عالم كره القدم. فديدي ديشون مثلا اللي كلشي كيعرف انه فرنسي ومدرب ديال المنتخب الفرنسي، تزاد في مدينه بايون، واخا الارتباط ديالو بهذه المدينه هذه ما بقاش قوي جدا لان يعني كبر في بلاصه اخرى، ولكن راه تيبقى من اصول باسكيه. مؤخرا واحد الصحفي طرح السؤال هذا على المدرب ديال برينتفورد، والمدرب جاوب واحد الطريقه فيها بزاف ديال الطرافه، قال لي خصني نمشي نجيب دوره تماك ونشوف شنو كياكلوا وشنو كيشربوا، لان هذا النجاح هذا ما يمكنش يكون صدفه. ليس احد شعب الباسك انه ما عندوش دوله مستقله، وانه يعني متفرق بين جوج دول كبار اقتصاديا وسياسيا وهذا، والا كنا غادي نشوفوا منتخب قوي جدا يقدر يدير بلاصتو مع المنتخبات العالميه الكبرى، بحال مثلا داك الشكل ديال كرواتيا، لان كرواتيا حتى هي راه بلاد صغيره واحد 4 مليون نسمه، ومع ذلك ديما كتحقق نتائج مبهره. فالباسك ما كيقلوش عليهم موهبه وما كيقلوش عليهم تكوين وما كيقلوش عليهم ابداع في هذا الجانب ديال التكتيك وهذا. فكون كان المنتخب ديال الباسك منتخب مستقل ومسموح له انه يشارك في المنافسات ديال الفيفا، كان ربما من الممكن انهم كل مرة تلقاهم في الأدوار المتقدمة ديال البطولات العالمية، لأن هذه العقول التدريبية الكبيرة اللي عندهم كان ممكن أنها يعني تحقق نتائج إيجابية ونتائج رائعة جدا.